السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الواقعة ديت علشان خاطر نتعلم من الجرائم دي بتحصل فيها ايه، ونخلي بالنا كويس جدا. الجريمة بتاعتنا النهاردة من الوراق. واحدة اسمها دعاء تشتغل في مستشفى في كرداسة، تاخد بعضها كل يوم، وعشان خاطر تروح كرداسة بتاخد توك توك من بيتها للدائري، وبعدين لما تطلع على الدائري تاخد اي مواصلة توصلها لغاية المستشفى. المهم لقت توك توك ركبت فيه يوصلها من بيتها للدائري. هنا الغلطة اللي عملتها، قالت له ما تجيب التليفون بتاعك وخد تليفوني علشان خاطر يا ريت توصلني كل يوم، انا بنزل الساعة كذا وبرجع الساعة كذا، قبل ما ارجع الاقيك مستنيني وهتصل بيك واقول لك انا خلصت ونازله، تروح انت مستنيني على الدائري وتاخدني وتوصلني البيت، ونفس الكلام الصبح. قال لها تمام ماشي. ودي اول غلطه هي وقعت فيها. التكاتك كتير جدا زي الجراد منتشره في كل مكان. يعني الواحد يعني اول ما يقول بخ يلاقي لا قبل ما يكمل البخ كمان يلاقي التكاتك قدامه قد كده. التكاتك بقت منتشرة في كل يعني المناطق، وللأسف بنشوف جرائم كتير بتحصل من أصحاب التكاتك، وطبعا مش كلهم ولكن كتير منهم قوي للأسف. والغلطة اللي هي عملتها ان هي اديته رقم تليفونها وهو خد رقم، يعني المهم اتبادلوا التليفونات هما الاتنين مع بعض، وبدأ كل يوم يتصل بيها الصبح، يا مدام انا جاهز حضرتك، انا نازله، هو تاخد بعض ياخدها يوصلها للدائري وعلى كده. وقعد رايح جاي بيها، وطبعا بقى العشرة بقى والايام بينهم بدأت ان هي تحكي له بقى حاجات، بقى تحكي له على اللي بيحصل في بيتها، تحكي له جوزها، واديته رقم تليفون جوزها عشان خاطر من بره الموبايل بتاعها كان مقفول، فخد رقم تليفون جوزها عشان خاطر لو موبايلها مغلق ولا فاصل شحن ولا حاجة يتصل بيها تنزل وكده. بقى معاها رقم تليفونها ورقم تليفون جوزها. خلاص كل يوم رايح جاي يوصلها الاتنين، بقى الكلام في بينهم هما الاتنين، كلمة في حدوتة هما الاتنين، عرف عنها حاجات كتير، بدأت تحكي له كده جوزي كذا وانا بروح كذا وبعمل كذا وولادي كذا، حكت تفاصيل كتير عن حياتها. المهم جه في يوم من الايام خلاص بقى من كتر العشرة هما الاتنين، الواد اتجرأ عليها وقال لها يا مدام يعني انا عارف ان انت بتقولي بتعملي حلويات وحلويات كويسة وبتاع وحلويات شرقية، بدل ما اشتريش حلويات ديت من مكان ما تيجي تعملها لي عندي في البيت وانا تحت امرك واللي انت عايزاه، والمرة كمان نقضي وقت حلو مع بعض. قلت له ايه ده انت بتقول ايه؟ قال لها فيها ايه يعني، ما انت يعني ما انت متجوزة يعني مش هيحصل لك حاجة يعني عادي يعني هو على طول كده خبط لازق طلبها ان هي تروح له البيت علشان خاطر يقيم معاها علاقة. طبعا هي قالت له ايه اللي انت بتقوله دوت، ورفضت طبعا وخدت بعضها بعد كده ايه، قالت له خلاص مفيش تعامل بينا بعد كده. هو راح بعت لها بقى كده على الموبايل على الواتساب صور ليها فاضحة، قال لها الصور ديت هتوصل لجوزك ما كنتيش تسمعي الكلام وكذا كذا كذا. طبعا بتقول بقى هي خافت ان هو يشوف الصور دي. طب هو تحصل على الصور دي ازاي؟ هي مصممة بتقول لا ده هو انا هبعتله الصور ومعرفش هو الصور دي جابها منين اصلا، ممكن بقى يكون هو مركبها مش عارف ايه، الله اعلم بقى جاب الصور دي ازاي، ولكن انا ما فيش اي حاجة علاقة بينا، ولا انا بعت له الصور ولا اي حاجة خالص، معرفش جاب الصور دي منين، بس لقيت ان هو بيبتزني وبيهددني، وخفت ان جوزي ما يصدقنيش واهلي كمان ممكن ما يصدقوش في البلد. طب اعمل ايه، اتصرف ازاي؟ بدأ طبعا هو كل يوم التاني يهددها ويقول لها انا هقول لجوزك ان انت قلت لي كذا كذا، اللي هي كانت بتقوله بقى كمان بيهددها بحاجات، يعني انت كنت قلت لي مره ان جوزك مش عارف ايه وان العيال ايه وان ايه، هقول الكلام ده كله هو هيصدقني بقى وما احكي له وهقول له هي رفعتوني في بينا علاقه احنا الاتنين، فهتيجي ولا مش هتيجي؟ قالت له خلاص انا جاي، واتفقت معاه خلاص ان هي هتروح له البيت. واول ما راحت البيت وطلعت
وفتح لها باب الشقة. راحت على طول، هي كانت محضرة سكينة وراحت مطلعاها وراح مدياله على طول 3 طعنات ووقع على طول على الأرض طب ساكت، نفذ أنفاسه الأخيرة. وخدت بعضها ونزلت وخدت توك توك من الشارع وروحت على البيت. طبعا الناس لقوا ان هو اوان بدأ ان هو ايه يعني خلاص هو يعتبر كده يعني كان لسه بدأ ينزل على السلم يعني بيتدقلج كده على السلم، هو خلاص بيخلص في الروح لغاية ما هو بيتدقلج على ايه، على باب البيت. الناس شافوه كده على طول اتلموا وبلغوا الأجهزة الأمنية، وجات الأجهزة الأمنية فرغت الكاميرات، وعن طريق طبعا التقنية الحديثة قدروا إنه يعرفوا ويتتبعوا مين اللي دخل البيت ودخل في الوقت دوت ومين اللي خرج، ولغاية ما إيه توصلوا ليها هي وجابوها، وتم القبض طبعا عليها. ولما جم يواجهوها طبعا هي قالت كل حاجة، وقالت اللي حصل لها وإن هو كان بيبتزني وإن هو كان بيهددني، وجوزي كان هيصدق طبعا لان انا كنت بحكي له حاجات كتير، فطبعا هو الحاجات اللي كنت بحكيها له دي كان اقول لجوزي، جوزي كان هيصدقه على طول. طبعا ناس كتير تعاطفوا مع دعاء على اساس ان هي واحده بتدافع عن شرفها، بتدافع عن عرضها، ولكن هي راحت له البيت علشان خاطر يعني خلاص معاها سكينه، ولكن هي بتقول انا خفت، انا اللي خلاني اجري وخلاني ان انا خفيت الواقعه ديت وجريت وخدت توك توك وجريت علشان خاطر انا خفت ان انا جوزي يعرف العلاقة ديت واتطلق منه. وراح عشان خاطر راحوا عشان خاطر يقبضوا عليها كمان، ما لقوهاش في البيت، يعني جوزي قال لهم دي سافرت الفيوم، وراحوا جابوها من الفيوم. وطبعا هي دلوقتي واخدة 4 أيام في 15 يوم، وما زالت التحقيقات مستمرة. كل ده علشان خاطر ايه الغلطة اللي هي غلطتها في الأول، إن هي يعني اتفقت مع سواق توك توك إن هو كل يوم يوصلها في الراحة وفي الجاي. دي أول حاجة. الحاجة التانية إن يبقى ترغي معاه كتير وتتكلم معاه كتير وتقول له كل حاجة وأسرار بيوتها وبتاع، لغاية ما عرف عنها كل حاجة وعرف شخصيتها، قدر كمان إن هو يتجرأ عليها ويقول لها أنا عايزك أقيم معاكي علاقة. لكن هي بتقول إن هو ما لمسنيش، وأنا الحمد لله ما خلتوش لمسني، ولا أنا أقدر إن أنا أخون جوزي ولا أعمل حاجة زي دي خالص، وأنا عملت كده عشان خاطر هو ابتزني. هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.